سمين الشارع بكل تكاته وحركاته وأسراره. هسيب لك اللينك في أول تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا أجمل متابعين في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين. فاضل على العيد 5 أيام ونزلت لكم طاجن العكاوي على طريقة صبحي كابر، وأنا فعلا جايباها من طريقة من صبحي كابر. يعني الناس كلوها عندها وجم قالوا لي وسألوا لي وقالوا لي طبقت الطريقة بالظبط وعملوها وعجبتهم جدا. النهارده هنعمل مع بعض أكلة ما يختلفش عليها اتنين. أيوه، انتوا كل مرة تقولوا لنا كده، أيوه هي فعلا ما يختلفش عليها اتنين. هنعمل فواكه البحر، هنعمل سمين العربيات، هنعمل سمين عربيات. معايا كده كرشه ومعايا فش ومعايا لحمه راس ومعايا الكبده، بس الكبده اقول لك هعمل فيها ايه عشان ما اطولش عليكي الفيديو. همسك كل حاجه اسلقها، يعني الكرشه اسلقها في حله لوحدها، الفشه في حله لوحدها، ولحمه الراس مغسوله طبعا متنضفه زي الفل في حله لوحدها، وهسلقهم بحالهم كده بحالها كده زي ما هي عشان اقطعها معاكم ونعرف هنعملها ازاي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. هحط في كل واحدة عشان بس ما اطولش عليك الفيديو، هحط البصل القمر دوت على كل واحدة حبة، وكل واحدة فيها هنحط لها ورق لورو وحبهان مسمار او قرنفل زي ما العرب عليه بيقولوا، وفص مستكه. يبقى حبهان ومستكه وورق لورا وقرنفل وبصل، وهسلقها وهاجي هنشوف هنعمل ايه مع بعض. طلعت على الحاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وحطيت على كل واحده فلفل اسمر وما يعادل فص ثوم. كبده بقى لازم اجمدها، ولازم يا جماعه لازم كبده يعني لازم احطها في الفريزر شويه عشان اقدر اشيل منها الجلده التخينه دي، بتبقى طعمها مش حلو ابدا ابدا في الاكل. اهو حطيتها في الفريزر جمدت شويه، وهشيل منها الايه اي عروق او اي حاجه مش حلوه اهو كده. وهبتدي اقطعها رفيع جدا اهو كده، ومعاكي سكينه حاميه وتكون متلجه شويه. هي دلوقتي متلجه بس مش قوي، ماشي اهي كده. هقطعها هوريها لك. وقطعت الكبده شرايح كده، وزي ما قلت لك لازم تحطيها في الفريزر شويه عشان تشيل الجلده اللي هي اللي صعبه في الاكل دي وتعرفي تقطعيها. والكبده ما بتتغسلش، الكبده يا جماعه ما بتتغسلش اهو. هو ده غسيل الكبده. اعصري توم وهسيبها تتنقع في اعصري توم، اعصري ليمون وسيبيها تتنقع في الليمون لحد ما الحاجه اللي احنا بنعملها تستوي. هو ده غسيل الكبده. الكبده ما بتتغسلش اهو. هنغنيها اهو، يلا غنيها معايا بقى اهو كده. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. كده انا غسلت الكبده يا جماعه. سيبوها خالص كده بليمونها بكل حاجه كده على ما الحاجه تستوي، وهنقول لك هنعمل ايه مع بعض في الكبده دي بس لما الحاجه التانيه ايه تتسلق. يا حبايبي كل حاجه استوت وقطعتها بس علشان ما ايه ما اطولش عليك الفيديو. ده كده الفشه، دي كده لحمه الراس، ودي الكرشه، والكبده زي ما زي ما اتفقنا حطيناها في طبق وعصرنا عليها ليمون. وكمان زمان كان السمين بتاع الشارع كان فيه طحال، انا ما لقيتش طحال ما اشتريت الحاجات دي ما لقيتش طحال. كان في طحال كمان وممبار، ولكن دلوقتي اقتصروا على ايه على الطحال والفشه ولحمه الراس دي. ده لازم الخطوه دي يا جماعه لازم زي ما كده هفرمه ويسيح تماما. لازم الخطوه دي لازم، يعني انت لما بتحبيهاش مش بتحسي بطعم السمين بتاع الشارع. لازم يكون الدهن عندك دهن ده كده. انا بفرمه كده وهسيبه لحد ما يسيح تماما. بعدين هبتدي اعمل الاتي بس كده اهو. واول ما القشيم ده كده اسمه قشيم يا جماعه، الدهنه اللي ساحت اسمها قشيم، بتاخد لون بلمها كده في مقصوصه كده على قد ما بقدر. وخلاص كده انا مش عايزاه. هو اداني التيست اللي انا عايزاه. ايه التيست اللي انا عايزاه؟ طعم الدهنه نفسه، لان الطبق ده قايم على طعم الدهنه. حبه زيت كويسه كده حلوين قوي كده، ماشي. والاكله دي بتعتمد على زي ما انا بقول لك كده على الزيت والحاجه دي، والزيت اللهم صل على سيدنا محمد، القشيم اللي احنا شلناه، اللهم صل على سيدنا محمد. وهتعرفي بقيه المكونات دلوقتي.
انا هجيب كده كمان اهوت عشان اشيل منه برده شويه عشان ما يعمليش اللون اللي هو عامله ده. شايفه كده اهو، شايفه اهو تمام كده. هنزل بقى بايه؟ اخر حاجه هنزل بيها الكبده. هنزل بسم الله الرحمن الرحيم كده الحاجه دي كلها على بعضها اهي، كلها على بعضها، كلها على بعضها. وهحمرها بقى في الزيت. خدي بالك انا سلقاها من غير ولا نقطه ملح، حطيت فلفل وحطيت جنزبيل كمان فريش وهو بيتسلق عشان الريحه، وحطيت كل حاجه ما عدا الايه؟ الملح. اهو هنزل بيها كده تتشوح كويس جدا اهو كده. اهي كده. بحيث ان كلها تتغلف بالايه؟ بالدهن اللي عملناه وشويه الزيت. الزيت اللي عندك اي زيت بتحطيه اللي انت عايزاه. شايفين المنظر ده له لمعه جميله ازاي؟ لازم تسوي الحاجات دي كويس جدا. وبعدين هنزل بالكبده اهي، هعمل لها في النص كده حبه وهنزل بالكبده. لسه ولا حطيت ملح ولا حطيت ثوم ولا حطيت حاجه خالص، انا بس بنزل بحاجه حاجه. حبايب الحاجات دي على ايه؟ على الجناب كده، وانزل بالكبده على نار عاليه جدا عشان ما تنزلش ميتها. واخر حاجه اتفقنا ان هي الكبده تكون نارك عاليه. هنزل بقى على الكبده بالملح، الاول فلفل اسمر تمام، كزبره كزبره اهو. حطي بقى كزبره زي ما انت عايزه. وطبعا النجم بتاعنا بالايه؟ الثوم. النجم بتاعنا في الاكله دي يا جماعه الثوم. طبعا ده ثوم مفرزاه معاكم على القناه. بصي اهو، حطي حبه ثوم حلوين كده عشان يقضي كل ده. ولسه ما حطيتش برده ايه؟ فلفل. انا لسه اهو بعمل في الكبده، بسوي في الكبده وهي ايه؟ لسه على الطرف او في النص. شويه فلفل رومي، عايزه تحطي سبايسي حطي براحتك. وهحط كده كام قرن حامية حراق كده يديها برضو ايه؟ جمال كده وطعم. وهبتدي اقلب. شايفه بقى الوان الجمال؟ شايفه التليفون اتحرك كالعاده اهو. بصي الجمال، بصي الريحه يا جماعه روعه، الريحه روعه. عايزه بقى تحطي شويه بهارات مشكله حطي، عايزه تحطي اي بهارات انت حباها حطي. انا حطيت فلفل اسمر وكزبره ناشفه، وهحط شويه ايه؟ ملح، لان انا سلقت كل حاجه بس ما حطيتش حاجه ملح اهو. طبعا في السليق بحط ايه؟ معلقه ايه؟ سكر. بصي شايفه المنظر ده بقى كله امتزج مع بعضه والريحه طالعه روعه روعه، حاجه كده عسل سكر. بصي المنظر وبصي الالوان، الكبده مع لحمه الراس مع الفشه مع الكبده، يعني حاجه كده جميله جدا جدا. شايفه؟ هنقدمهم بقى مع بعض. مش هنعمل ايه؟ ودلوقتي هنقدمها يا حبايبي. بصوا الجمال، بصوا المنظر، بصوا المنظر عامل ازاي. شوفوا انتوا بقى النظافه والجمال، حاجه كده اللهم بارك، حاجه كده عسل عسل اللهم بارك. بصي الجمال، بصي المنظر. شايفه الفلفل الحامي بقى والشغل ده. طبعا هي بتتقدم كده في المحلات. طبعا الطبق عمره ما هيبقى فيه الطلب، عمره فيه الكميه دي ابدا. او ازاي تتقدم كده زي ما انت شايفه بالمنظر الجميل ده اهو. شايفه؟ نحطها كده زيني كده عشان تدي منظر حلو لايه؟
اللهم صل على سيدنا محمد للطبق، او في رغيف كده تتحط كده. طبعا ده بيتحط عندي طحينه كده، شايفه الجمال؟ بصي المنظر اهو. انا مش هحط على الكبير، بس ايه هحط لك على ده. وفي الرغيف كده هنحط كده وهنعمله كده. يعني انا بعمل بس الرغيف اهو عشان اوريكي المنظر الجميل. بصي كده اهو، شايفه المنظر بقى؟ انتي احكمي انتي بالمنظر بقى والشكل الجمال ده كوت. شايفه المنظر؟ طبعا بعد الاكله المتينه دي لازم كوبايه زبادو. ده كده زبادو قمر الدين، انا عامله قمر الدين عندي بتاع في رمضان، وبطلع منه جزء جزء ميه سخنه واضربه في الخلاط، وبعدين احط عليه كوبايه زبادي. يبقى احلى زبادو، انضف واجمل حاجه حاجتك في البيت. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد ايد من قدره فود. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين. قناه فيها طاجن الفتة الكوارع بالخل والثوم، طاجن اللحمة القوارمة بمناسبة العيد، وفيها كمان كفتة الحاتي، وفيها كرشة والممبار، وفيها كل اللي انت عايزاه، وفيها كفتة الشارع. فاتفرجي ومش هتندمي، وكل سنة وانتم طيبين.